مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد توفيق، قناه باك تو ذا بيزز فانتزي الدوري الانجليزي. الجوله السادسه خلصت، جوله من اغرب الجولات اللي عدت علينا في الموسم ده، ولكن طبعا هي كانت رد فعل سريع للجوله اللي فاتت اللي كان معظم الناس بلانكات. تقريبا اتعوضت الجوله دي ومعظم الناس عملت. الناس اللي قدامك دلوقتي دول سون وساكا وميتوما وفودن وصلاح وبرونو وماديسون، كل اللاعيبه دي نص ملعب كلها جابت اكتر من 10 بونت او من 10 ل 14 بونت، الى جانب ناس ثانيه نص ملعب رهانات كتير بلانك زي مبويمو وستيرلينج وراشفورد وغيرهم كتير. عشان كده لما كنت بتكلم في الفيديوهات اللي قبل دي واقول لك اصبر على التجميعه بتاعتك هي اللي هتجيب لك، المهم ان تكون التجميعه بتاعتك فيها اكبر عدد من الناس اللي عملت من الناس دي. زي دلوقتي انا واحد من الناس اللي ما كنتش محظوظ الجوله دي في تجميعه نص الملعب بتاعتي، على الرغم انها كانت رهانات كويسه. كان معايا مبويمو وستيرلينج وراشفورد، 3 بلانكات جوه التجميعه بتاعت نص الملعب، واللي قدرت اخد منهم ريتيرنز في نص الملعب بس كانوا ساكا وميتوما. عشان كده اتاثرت شويه في الترتيب، نزلت من 1.5 مليون تقريبا ل 2 مليون، ولكن لازال الرانك مش شاغل بالي كتير. عارف ان كده كده التجميعه بتاعتك لازم في الاجمالي هتطلعك. ده بياخدنا لنقطه تانية، امتى نقدر ان احنا ندخل صلاح او نشتريه كوقت مناسب؟ لان صلاح جايب 10 نقط الجوله دي و10 نقط الجوله اللي فاتت. لازلت شايف ان هو سقف نقط زي الناس اللي قدامك دي كلها، بمعنى اللي خسر صلاح الجوله دي وخد بداله سون هو مستفيد، خد بداله فودن مستفيد، خد بداله ميتوما برده مستفيد. فسقف النقط بتاعت صلاح لسه اعلى من كده يا جماعه في الجولات الجايه ان شاء الله، الى جانب ان هيبقى في ناس تانية ماتشاتها اصعب من التجميعات دي، وارد ان هي تكون بلانك. عشان كده لازم تنقي الوقت الامثل اللي تجيب فيه محمد صلاح. انا شايفه هيكون من الجوله التاسعه، اللي التشكيله بتاعت 3-5-2 تقريبا هتبدا تفرض نفسها الفتره الجايه بسبب كتر تالق لاعيبه نص الملعب. يعني التشكيله بتاعت 3-5-2 في الغالب هتكون هي الامثل للفتره الجايه ابتداء من الجوله الثامنه على الاقل. هي تبقى احسن تشكيله فيها نقط في الغالب عند اغلب سكواداتنا. في نقطتين مهمين برضو في الجوله دي حصلوا مع تشيلسي، وهو ايقاف جوستو عشان طرد مباشر. هيتوقف ماتش واحد بس يا جماعه في الكاس الماتش الجاي، وبعد كده 2 في الدوري. يعني ايقاف جوستو في الدوري اللي يخصنا في الفانتزي هيكون الجوله السابعه والجوله الثامنه. واعتقد ان اللي هيلعب بديل ليه ممكن يكون قلب الدفاع ديساسي اللي بيلعب اصلا كسيرد باك رقم 2، هيلعب هو على الطرف ويرحل تياجو سيلفا ويدخل كولويل كقلب دفاع، وممكن يبتدي بشيلويل باك شمال في 4 لانه هيضطر يدخل كولويل قلب دفاع. اعتقد دي انسب ترحيله ممكن تحصل مع تشيلسي بسبب طرد جوستو، ولكن ده ما يخليش ان انت ممكن تصبر على شيلويل لو عايز تبيعه، مفيش مشكله. البدايل كتير جدا لشيلويل زي ما اتكلمت الجوله اللي فاتت، وهفضل اتكلم في الفتره الجايه عن دفاعات نيوكاسل. هتفضل هي احسن دفاعات مرشحه. رشحت منها الجوله اللي فاتت 3 مدافعين، الثلاثه قدروا ان هم يطلعوا بمساهمات مختلفه ما بين 18 لغايه 6 بونت. فابيان شار اللي انا كنت جايبه عندي في الجوله دي، وللاسف ما كنتش محظوظ ان انا اخد ريتيرنز اكتر من مدافع من نيوكاسل، ولكن هو ده الفانتزي، بتراهن في 1 و2 و3 وممكن حد تاني يتألق، وبعد كده الموضوع بيتعكس، ممكن اللي يتألق يجيب بلانك وممكن العكس يحصل في اي وقت. فانت لازم تصبر على التشكيله شويه وتقدر امتى هتعمل وايلد كارد، امتى هتخسر لعيب معين عشان خاطر تدخل لعيب تاني. وايقاف جاكسون طبعا الراجل مصمم ياخد الانذارات، تقريبا هو تارجت عنده، وبتكلم عنه من الجوله الثانيه ان هو هيتوقف خلال 3-4 جولات، وكل جوله بينزل ياخد انذار. 5 انذارات في 6 جولات دي حاجه فظيعه بالنسبه لي. تقريبا ابشع تغيير عملتها في السنين اللي فاتت هي ان انا اشتريت جاكسون في الفتره دي. ممكن جاكسون يتألق في اي وقت تاني، ولكن اعتقد ان دي ممكن تكون اسوأ فتره لكارير اي لاعب في الفانتزي. يعني جاكسون بعد ما خد الانذار الخامس بالنسبه لي طبعا استنفذ كل الفرص بتاعته، واكيد هبيعه. وحتى لو ما كانش خد الانذار الخامس وتوقف، انا كان الخطه بتاعتي ان انا هبيعه واجيب موريس لاستهداف جولات الدبل. موريس هيبقى اختيار كويس جدا الجوله الجايه، واشوفه انسب بديل طبعا لجاكسون لو هو لسه معاك، او انسب بديل لو انت بتعمل تغيير مهاجم في رينج 6 مليون. لو انت بتفكر تبيع ويسا، لو انت بتفكر تبيع اي مهاجم تاني كان معاك الفتره اللي فاتت وحابب ان انت تدخل مهاجم جديد، حتى لو معاك مليون في البنك وهتعمل ابجريد لمهاجم ب4.5 قاعد دكه، اعمل ده واعمل ابجريد ده وهات موريس، اختيار كويس جدا. بالنسبه للناس اللي اكيد ما تابعتش ماتش لوتون بتفاصيله او حتى هايلايتس في الماتش، موريس حاطط كوره في القايم من حوالي 20 يارده والى جانب تسجيله ضربه الجزاء طبعا، ومضيع كوره في ال6 يارده في اخر الماتش، الحارس شالها بصعوبه جدا. فموريس كان ممكن يطلع بهاتريك او 3 اجوان في الماتش اللي فات. فموريس اختيار كويس جدا للدبل. اتكلمت عليه من جيم ويك 5 في الدرافت بتاعه الوايلد كارد، وقلت ان هو هيبقى رهان كويس جدا على الشورت تيرم او على المدى القريب، ورهان حلو جدا للناس اللي بتعمل والد في الجوله التاسعه، لان انت بالبلدي كده تقدر توسخ الفرقه دلوقتي عشان الدبل، وبعد كده تنظف الكلام ده كله بالوايلد. تقدر تجيب كابوري، تقدر تجيب موريس، وبعد كده تخلص من الناس الفئه السعريه القليله دي. بالنسبه لايقاف جاكسون هيكون ماتش واحد
في الدوري، لان الراجل خد 5 انذارات في الدوري، فلازم يتوقف في البطوله اللي هو واخد فيها اصلا انذارات، مش هيتوقف ماتش الكاس اللي جاي، هيقدر يلعب الكاس عادي، وايقافه بعد كده هيكون في الدوري. اخر نقطه عايز اتكلم فيها هي نقطه هيونج مين سون، لازال بيلعب رقم 9، خطير جدا في المركز ده، ولكن موضوع سحبه النهارده بدري في الدقيقه حاجه و70 هي اللي كانت غريبه شويه بالنسبه لي، ولكن سون خطير جدا يا جماعه، وانا يعني للاسف اتوقع ان هو هيسجل في الليفر. انا كمشجع الليفر ما احبش ان انا اقول كده، ولكن هو اللوجيك بيقول ان هو هيسجل في الليفر. طريقه لعب توتن ضد الليفر اعتقد هتبقى باينه، توتن هيلعب دروب باك كله، ويلعب على المرتدات اللي هتبقى كلها معتمده على سون، واحنا عارفين نقطه ضعف الليفر في الحته دي دفاعيا، فسون رهان كويس جدا للجولات الجايه، او على اللونج تيرم تقدر تجيب سون جوه فريقك وما تفكرش فيه. الكلام ده مش رد فعل على ان هو جاب جونين دلوقتي، لا، الكلام ده بناء على اللي انت بتتفرج على الماتش وبتتفرج على طريقه اللعب. يعني سون كان محظوظ النهارده ان هو يجيب الجون الثاني لان كانت غلطه من جورجينيو، ولكن الراجل خطير في اوقات كتير جدا، بيقدر ان هو يطلع من الثبات وبيوصل كتير جدا. حبيت ادردش معاكم شويه بخصوص الجوله السادسه وهي تحضيراتنا للجوله السابعه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لي لايك، ولو انت بتتفرج على اول مره تنزلش تنزل تشترك في القناه وتعمل لي سبسكرايب وتشغل جرسك عشان يوصل لك كل جديد، وتمشي معانا بجوله بجوله. لحد هنا خلصت حلقتنا، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.